تخيل معايا سنة 1888 شركة إيستمان كوداك، شركة في قمة مجدها في عالم التصوير الفوتوغرافي التقليدي. في الوقت ده كانوا ملوك الفيلم والبكر، وكان عندهم مهندس اسمه ستيفن ساسون. المهندس ده اخترع وقتها أول كاميرا رقمية في التاريخ، وعرض الفكرة على الشركة، ولكن الإدارة في كوداك وقتها بصت للاختراع ده باستخفاف. وكانت مقتنعة انه ده مستحيل يحل مكان الكاميرات بتاعتهم، مكان البكر ولا الفيلم. كانوا شايفين ان الناس بتحب الملمس الحقيقي للصور المطبوعة. طبعا كلنا عارفين ان التاريخ قال كلمة تانية خالص. كوداك العملاق اللي ما كانش فيه زيه ما بقاش موجود بنفس القوة دلوقتي، وكل ده بسبب قرار ان هم يتجاهلوا تكنولوجيا كانت ممكن تغير مسارهم كله. شركة ياهو. الشركة دي عملت سلسلة من القرارات الغلط. في تاريخها الطويل جالهم كذا فرصة ممكن كانت تخليها تحكم العالم الرقمي. سنة 98 ياهو كانت ممكن تشتري جوجل ب$1 مليون بس، لكن ياهو رفضت العرض ده. بعدها بكام سنة جوجل راحت لهم وقالت لهم اشتروني ب$5 مليار، وياهو برضو قالت لا. جات لهم فرصة انهم يشتروا فيسبوك ب$1 مليار وشوية، وبرضو قالوا لا. مايكروسوفت عرضت تشتريها مقابل $46 مليار، وبرضو قالوا لا. في الوقت ده كان قدامهم يشتروا نتفليكس، لكن هم راحوا اشتروا شركة تانية، والشركة دي بعد شوية خسرت. ياهو اتباعت في الاخر $4.8 مليار فقط. القصتين دول بيورونا قد ايه القرارات اللي بناخدها في بعض الاحيان بتكون قرارات مصيرية.